السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في الرزيزة اللي شحال من وحده سولتني عليها الصراحة، وكنت وعدتكم باش غندير لكم فيديو واخا تعطلت شي شوية. المهم سمحوا لي بزاف، راكم عارفين الاجواء ديال الخدمة والمحل ويعني الوقت ما كيبقاليش بزاف. فهاد الفيديو راه صورته شحال هادي وانا كنقول غير فوقاش خاصني غير نمونطيه، يلاه كتاب. المهم نتمنى نشاركها معكم وتستافدوا. غادي نشارك معكم الطريقه ديالي، يعني الطريقه اللي كنديرها اسهل طريقه باش انك تصاوب الرزيزه، وحتى الثمن ديالها وبعض الاسرار بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروها هكا كمشروع، يصاوبوها يخدموها هكا ويدفعوها للمحلات. فراه تبارك الله كتبقى فيها واحد البركه وسهله، يعني ما صعيباش بزاف. فاذا كان الانسان يعني مفرغ ليها غير هي بوحديتها، راه يقدر يدير واحد الكميه اللي هائله وغير بوحدك. يعني ماشي ضروري انهم يكونوا جوج ولا ثلاثه، راه غير بوحدك تقدر ديرها وان شاء الله غتنجح معكم من اول استعمال. فغادي نحاول نبسط لكم لاقصى درجه. نتمنى تستافدوا معايا، ونتمنى الناس اللي كيشوفوا القناه ديالي اول مره يشجعوني بلايك واشتركوا في القناه باش هكا نزيد نواصل معكم. فانا هنا درت الفورس، فالفورس ضروري تكون نوعيه جيده. راه كل ما كانت نوعيه جيده كل ما الرزيزه ديالنا كتجي زوينه وكتعطي الخيط وكتجي رقيقه وزوينه. فانا سبق لي خدمتها يعني غير بالدقيق العادي، ولكن لا اللون ولا ما كيجيش كيف ما كتكون يعني الدقيق النوعيه جيده باش كنديروا الحلويات، هي باش كنخدمها. فانا هنا درت غير السيده اللي معايا كنقدمها لكم بعض المرات. دائما كنقول لكم السيده اللي معايا ما عمرني قلت لكم السميه ديالها، حكيمه. هي اللي كتعجن، انا راني كنصور. فدارت غير الفورس وشويه د الملحه صافي، وواحد تقريبا واحد 8 معلقه صغيره ديال السكر، غير باش كيعطينا داك اللون هكا مذهب وما كتجيش يعني شهبه وما عطيش اللون. صافي كتحاول ما امكن تجمع الطحين غير شويه بشويه. كيف كتشوفوا راه كتجمع يعني واحد شويه ديال العجينه وتبقى كتجمعها مزيان حتى كتولي قاصحه. يعني هنا السر ديال العجينه ديال الرزيزه، اول سر نقدر نعطيه لكم هي ان العجينه خاصها تكون قاصحه، يعني ماشي بحال العجينه المسمن، ويعني قاصحه عليها، ما تكونش كتلصق في اليد، ما تكون شاده في راسها بالمعقول، لان هي ضروري ما كنعطيوها الراحه. فهنا في الفيديو راه كتبان لكم بانها قاصحه، ولكن يعني ضروري تكون قاصحه، لان ما غاديش نخدم بها دابا. ضروري كنخليوها ترتاح باش تعطينا داك الخيط، وفي نفس الوقت يعني كل ما كترتاح راه كترخى. يعني راه كي درتوها شويه خفيفه راه غادي ملي غترتاح غادي تولي تلصق، وغادي تلصق لك وحده مع وحده وما غاديش تجيك زوينه. فهنا خليتها تقريبا الحجه ديال ديك الساعه حتى ساعتين هكا، خليتها غير في بلاستيكه. المهم كتخليها واحد المده على الاقل ساعه د المكانه باش كترتاح وكترخى. صافي كتقطعها. هنا كنديروا حنا 100 غرام في كل كره، وكتلولبها بحال ما داك الشكل كيف ما شفتوا، وكتغمسها هكا في الدقيق. صافي هنا طلعنا الفوق باش غادي نسرحوها. فهنا بعض المرات ملي كيكونوا مزروبين يعني كنخدموا بجوج. اغلبيه كنخدمها غير وحده فينا، يعني ماشي ضروري يكونوا جوج. هنا غير حيت كنا مزروبين ومع التصوير وداك الشيء باش يعني باش نصور مزيان وهذا، يعني كنعاونها وكتعاونني باش كنربحوا الوقت. فهنا هي كتطلق هكا بالدله كيف كتشوفوا، كتطلق هكا بهذا الشكل. بهذا الشكل هذا يعني سهله. انا كنخرجها في الرقم 2 في الماكينه، ومن تما مباشره كندوزها كنخرجها في الماكينه ديال اللي كنخرج بها بوشنيخه. فهنا هي كتلويها هكاك بيديها وانا كنخرج، ودائما كتخدم هي بهذيك الاولى اللي كنكون انا درت باش كتعاونها. وبلي كتبقى تجر هكا في يديها كتولي رقيقه وكتعاونها. يعني ضروري نتوما ملي كتكونوا بوحدكم يعني راه باينه، غادي دير الاولى الثانيه حتى تكمل، وملي غتبغي ديرها في الزبده غادي يعني تبدا من الاولى باش بديتي. هنا بالنسبه للزبده، الزبده عاديه ذوبناها مزيان، حيدنا ليها الماء ديالها، يعني خليتها بردات وزينه. غير ديك الزبده كتكون جامده من الفوق وكيبقى الحليب ديالها من التحت، هذا كنحيدوه. حتى هذا سر من الاسرار باش تنجح معكم. صافي كنديروا غير الزبده، كنديروا كميه الزبده قد الكميه ديال الزيت صافي، وكنسخنوها مزيان هكا شويه، ما تكونش سخونه بزاف، يعني اللي تحمل هاد درجات الحراره اليد. صافي وكنستمروا بحال ما هكا. فهي كتلوي وانا راه مسرعه الفيديو. غادي نجيب لكم واحد اللقيطه اللي غادي نقرب لكم الكاميرا مزيان لعندها باش تشوفوا يعني الطريقه كيفاش كتلويها. راه ساهله، يعني كيف عادي، يعني كتلويها على يديها، ما كدير لا دلاك لا كاس لا حتى شي حاجه. يعني هذه اسهل طريقه، حيت يعني راه كنخدموها يوميا وبكميه كثيره. راه ما يمكنش يعني تبقى
كتقلب على شي طريقه اللي تجيك صعيبه. راه انا براسي نهار الاول كنديرها على الدله، كنديرها على يعني بزاف د الحوايج الكاس، ولكن من بعد كنقلب على الطريقه اللي غتجيني ساهله. فهنا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا يعني الطريقه راه ساهله كيفاش يعني كتصاوب. وبطأت الفيديو باش يبان لكم. ضروري ما تعصروها مزيان باش كيهبط منها داك الزيت ودوك الاخرين اللي كيبقاو ديال العجينه كتدخلوهم لداخل بحال الشكل ديال الملويه. يعني راه ساهله ما صعيباش بزاف صافي. وبالنسبه للطياب كنخليوها ثاني ترتاح شويه وما شوفي التقريصه اللي كنقرصوها بها، يعني ما كتحاولوا ما تقرصوهاش بحال المسمن، يعني كتبقى غير كدورها كيديها صافي. هي هذيك راه كتطلق وما كنرققوهاش بزاف، يعني كتبقى شويه غليظه ماشي رقيقه بزاف وماشي ثاني غليظه بزاف باش ملي كنبغيو نحلوها صافي. هذا هو الحجم اللي كنخدموها به. ملي كنبغيو نحلوها يعني كنلقاوها مشعره من الداخل ورقيقه صافي. هنا غتستمر هي بالطياب حتى غتكمل الرزيزه اللي عندها كامله. وهي راه كتاخذ شويه الوقت في الطياب، يعني كتبغي الوقت شويه باش تحمر وتجي مذهبه صافي. هنا كديرها في واحد بلاستيك غذائي، يعني باش ضروري هذه القضيه هذه ديروها في واحد البلاستيكه باش كتعرق وكتحل معكم. يعني الا مشيتو تحلوها هكا من المقله مباشره راه غادي تهرس وغيضيع عليكم فيها النص وما غاديش يجي الشكل ديالها يعني زوين. ضروري ما كنخليوها يعني كنخليوها هكا في ديك البلاستيكه واحد 10 دقائق هكاك ماكسيموم صافي. ومن بعد راه كنحلوها. غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش كنحلها وكيفاش كتجي يعني مشعره وكتعطي داك المنظر هكاك مزيون. فهذه هي الطريقه ديالي يعني ديال الرزيزه. نتمنى نكون فتكم، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا، نتمنى نكون يعني عطيتكم كاع الاسرار وقدرت نوصل لكم الميساج. هنا صافي يعني راه داز ديك 10 دقائق. غادي نحاول نحلها هكا قدامكم. فكنهزها تقريبا 3 ولا 4 كل مره شحال كنهز صافي. كنخبط هكا فيها في الجناب بحال كنضرب وانا كندور باش كتحل وكتبقى الشكل ديالها يعني جميل وكتبقى مدوره، يعني ما كتحلش ما كتضيعش ما كيتعلاش الحجم ديالها صافي. كنديرها هكا في الطبسيل كنستفها فراه كتجي يعني غزاله مرقه. صراحه الفيديو هنا ما مبينش ما عطيهاش حقها، وانما نتمنى تجربوها وتنجح معكم ان شاء الله من اول استعمال. فراه كي كتشوفوا انا حاولت ما امكن نقرب لكم الكاميرا راه كتجي زوينه. وحتى داك المعلقه السكر اللي كنديروا فيها راه كيعطيها داك اللوين مذهب وكتجي يعني رائعه. نتمنى لكم تجربوها. الصراحه الحمد لله اللي كيديها كتعجبو وكتخرج لنا يعني تبارك الله، يعني الحمد لله والشكر لله يعني مزيان. نتمنى يعني نتوما تخدموها وتبيعوها هكا المحلات، راه عليها اقبال كبير ومطلوبه. وبالنسبه للثمن ديالها كنبيعها ب 3 دراهم للحبه. يعني نهار الاول كنا كنديروا فيها 130 120 كنبيعها ب 3 دراهم. مني وقعت هاد الزياده وهذا الشيء كما كتعرفوا بالزبده وبالزيت فحاولنا نقصوا شويه من الحجم ديالها وتبقى بنفس الثمن باش هكا يعني الزبون ما كيجيش الثمن ديالها غالي بزاف وكيتشجع انه ياخذها. وكتبقى الثمن ديالها يعني راه مناسب مقارنه مع الخدمه ديالها. فهي الصراحه راه كتشد اليد، يعني ديري 100 لاطه ديال المسمن وما ديريش رز القاضي، ولكن غير كتشدي ليها الريتم ديالها وكتولف فيها وكتولي كتخدميها يوميا فراه كتعرفي كيفاش تخدمي تلعبي معها. يعني كنعجنوها هي الاولى نخليوها حتى كترتاح حتى كنخدموا يعني الشغالات ديالنا الاخرين عاد كنرجعوا لها عندها وهي غاده. يعني كيف كتشوفوا دابا راه يعني كنت كنديروا في البطبوط في نفس الوقت السيده كطيب فيها كتعطيها لي كنصوب، يعني كنتعاونوا فهمتوا. يعني راه ضروري من العوين والانسان يعرف كيفاش يعني يضبط راسو كيفاش يقاد الشغل ديالو. اما الا ما كانش النظام في الخدمه فراه ما تقدر تخرج حتى شي حاجه، يعني غتبقى النهار كامل يا اما في المسمان يا اما في الحرشه. فضروري من النظام، يعني النظام راه كيلعب دور ماشي غير في الخدمه ولا في المحل ولا في يعني حتى في الدار. راه الا ما نظمتيش الشغل ديالك راه ما غاديش تقدري تقادي حتى شي حاجه، غيدوز لك النهار كامل فالصو. المهم حتى هنا ما بقى لي ما نقول لكم الا بسلام عليكم. نتمنىكم تشجعوني، نتمنى تخليوا لي لايك وتخليوا لي واحد التعليق تقولوا لي الراي ديالكم فيها، ونتمنى تجربوها وتنجح معكم ان شاء الله وتولي معتمده عندكم. يلا بسلام عليكم الى الفيديو القادم بحول الله، الى اللقاء.